هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. Welcome back to my channel. فيديو النهارده هنتكلم عن اساسيات الشنطه للمدرسه والجامعه، ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي الشنط المناسبه اللي هناخدها معانا الجامعه او ناخدها معانا الدروس. يستحسن طبعا ان الشنط تكون متقسمه من جوه عشان تكون مترتبه يعني وكده، ان احنا لما نعوز نجيب حاجه مجرد بس هنبقى عارفين احنا حاطينها في انه جزء في الشنطه ونطلعها على طول. طب لو الشنطه مش متقسمه برضو مفيش مشكله، ممكن ندخل جواها حاجات مثلا زي شنط صغيره او مثلا مقلمه او كده، بحيث برضو ان احنا نبقى عارفين ان احنا هنحط ايدينا فين عشان مثلا نجيب قلم او نجيب مثلا منديل او نجيب اي حاجه، ما تبقاش برضو الشنطه متلعبكه على بعض. الشنط بقى ممكن تبقى باك، ممكن تبقى توت باج، ممكن مثلا تبقى كروس. فاول شنطه هنتكلم عنها دلوقتي هي الشنط الكروس. نحاول ان احنا نجيبها متقسمه زي دي كده، 1 2 3، بحيث ان احنا مثلا ممكن نحط في حته نوت بوك، في حته مثلا الاقلام، في حته المحفظه والموبايل، بحيث ان احنا ندخل ايدينا نبقى عارفين مثلا ان احنا عايزين نجيب النوت بتاعتنا او ان احنا نجيب فلوس او كل الحاجات دي. فبحس ان الشنط دي بتبقى حلوة وعملية. برضو نفس الكلام احنا ممكن نتكلم دلوقتي على الشنط اللي هي الباك. دي برضو حلوة. اهم حاجة ان هي كبيرة فهتاخد معانا حاجات كتير من جوه. برضو دي مثلا متقسمة من جوه اهي، مش عارفة هتبقى باينة ولا لا، برضو متقسمة من جوه بس الاتنين بس. ممكن برضو احنا مثلا مكان هنحط فيه النوت او الحاجات بتاعتنا الكبيرة، ومكان تاني مثلا نقسم بقى من جواه مثلا ان الحاجة دي للفلوس والحاجة دي مثلا للأقلام، نقسمها يعني. اوكي. برضو ده شكل تاني برضو للشنطة الباك. دي احسن حاجة فيها ان هي فيها سوستة من قدام كده، دي تحفة تحفة، بعشق الشنطة دي. ومن جوه برضو متقسمة لاتنين جزئين كده زي الشنطة اللي فات. اكتر شنط بقى انا بعشقها وبحبها جدا هي الشنط التوت باج. انا مش عارفة، هي مش عملية قوي عشان مش مترتبة من جوه او مش متقسمة من جوه، ولكن احنا ممكن نقسمها عادي يعني مفيش مشكلة، مش هتقول لا. بس حتى الشكل ده من الشنط متقسم اساسا، يعني مثلا في هنا مكان وفي هنا مكان، وفي من جوه كمان بقى مكان كبير اقدر بسهولة ان انا احط فيه حاجات كتير جدا وكبيرة وطويلة. والحاجات العسل دي بحبها او ان انا احطها. انا مش عارفة انا بحبها عشان هي شبه الستايل الكوري ولا عشان هي حلوة بجد وبتاخد حاجات كتيرة. برضو نفس الكلام طبعا، اللون الاسود ده اكتر لون حرفيا بيتبهدل معانا بقى في بهدلة الدروس والجامعة والحاجات بقى المتربة اللي احنا بنقعد عليها وكل الحاجات دي. بعشق بجد الحاجات الكيوت قوي اللي انا بحطها دي. يعني احنا ممكن ناخدها اللي هو سادة كده وكل حاجة، بس احنا ممكن نزينها يعني بحاجات تطلعها بشكل كيوت. وفي نفس الوقت برضو دي متقسمة، التوت باج دي برضو متقسمة ومن جوه نفس الكلام. دول انا كنت جايباهم من شي ان. وكده نكون خلصنا الكلام على الشنط سواء كانت توت باج او باك او كروس. بعد كده هنتكلم عن الحاجة اللي جوه الشنطة نفسها. فأول حاجة هنتكلم عنها فيها هي الكشاكيل. مهم طبعا ان احنا يكون معانا نوت كبيره بحيث ان احنا نكتب فيها كل المواد، الحاجات اللي احنا مثلا عايزين نكتبها ورا المستر او مثلا ورا الدكتور في الجامعه. فمهم جدا. مش لازم طبعا نجيب كشكول كبير ضخم كده يكون تقيل علينا ويكسر دراعنا واحنا شايلين الشنطه، مش لازم ابدا. بس مهم ان احنا يكون معانا كشكول الى حد ما مش صغير ومش كبير، واحنا نقسمه من جوه مثلا إيه، مثلا ده للماده الفلانيه والفلانيه والفلانيه. لو الكليه بقى بتاعتنا فيها مواد كتير وهنحتاج ان احنا نكتب حاجات كتير، ممكن ان احنا نجيب كشكول كمان مش لازم يكون بسلك. انا بعشق توي ستوري، بعشق توي ستوري بجد، بعشق. المهم ممكن برضو ان احنا نجيب كشكول تاني لو الكليه بتاعتنا كبيره وفيها مواد كتيره، او انا مثلا في سنه دراسيه معينه فيها مواد كتيره، فاحنا مثلا ممكن يكون معانا كشكولين مش كبار قوي ومش صغيرين ونقسم فيهم المواد، ومجرد مثلا ما يخلصوا عادي نغيرهم ونجيب غيرهم. بعد كده مهم قوي ان احنا يكون معانا نوت بوك صغننه كده زي دي، بحيث ان احنا نكتب فيها الحاجات المهمه، نكتب فيها حاجات مش عايزين ننساها، فمهمه جدا تكون معانا. كمان الستيكي نوت اللي زي دي كده من الحاجات اللي
بتكون مهمة جدًا، عشان مثلًا لو عايزين نعلّم على حاجة في الكتاب أو نعلّم على حاجة في مذكرة، نشيل واحدة ونحطها ونكتب عليها الحاجات المهمة. كمان ممكن نستخدمها إن إحنا لمّا يكون معانا كشكول مثلًا كبير زي ده وهنقسّمه لكذا مادة، فنحط مثلًا sticky note في بداية كل فصل مثلًا أو مادة معيّنة هتبقى مختلفة عن المادة اللي قبليها، فبالتالي الsticky note من الحاجات اللي بتكون مهمة. كده يكون خلصنا النوتس والكشاكيل والحاجات اللي احنا بناخدها معانا. بعد كده هنتكلم بقى ان احنا عايزين يكون معانا مقلمه صغنونه خالص كده، بحيث ان هي برضو ما تاخدش مكان معانا في الشنطه، ونحط فيها حاجات بسيطه جدا. زي مثلا اول حاجه مهمه ان احنا يكون معانا قلم جاف مثلا، ويكون معانا قلم سنون، يكون مثلا معانا قلم جاف تاني عشان لو حد حب يعني ياخد مننا قلم. مسطره كيوته صغنونه مش هنحتاجها في حاجه بس او يلا. وبعد كده برضو الأقلام الماركر من الحاجات اللي بتكون مهمة جدا معانا لو عايزين نعلم على أي حاجة مهمة ما ننساهاش. مثلا نيجي نذاكرها فنعرف مثلا الحتة دي مهمة، فالأقلام الماركر من الحاجات المهمة جدا. بس كده ده كل اللي احنا هنحتاجه جوه المقلمة. بعد كده هنحتاج الثلاث حاجات دول. اول حاجه طبعا هنحتاجها هي المحفظه عشان نحط فيها فلوسنا. تاني حاجه هنحتاج مثلا حاجه زي دي كده صغنونه ان احنا نحط فيها الكروت بتاعتنا، زي مثلا الفيزا، كارت مثلا الجامعه، الرخصه، بطاقه، كل الحاجات دي يعني. وممكن نحط فيها مثلا فلوس على جنب كده، بحيث ان لو حد بيضيع حاجته بصفه مستمره زي كده فيكون معانا فلوس هنا، بيكون معانا فلوس هنا، تحسبا ان لو اي حاجه ضاعت يكون لسه ستيل معايا فلوس. وهنا بحط الكوينز او الحاجات يعني الصغيره اللي هي الفضه، يعني فلوس الفضه، بحيث ان انا لو عايزه فلوس فضه هعرف ان انا هفتح دي على طول، عايزه فلوس مجمده هفتح دي على طول. بعد كده من الحاجات المهمه اللي لازم تكون معانا في شنطتنا هي الايربودز، بجد من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، او السماعات يعني عموما. دي من الحاجات المهمه جدا، خصوصا الناس اللي بيكون بيتهم بعيد عن الجامعه. في ناس مثلا ممكن يكون المسافه ساعه سواء اكتر او اقل، فبدل ما نكون زهقانين في المواصلات ممكن نسمع حاجه بس بعيد عن الاغاني. ممكن مثلا نسمع بودكاست، حاجات فعلا بتكون حلوه جدا ومهمه، زي مثلا كذا بودكاست، زي مثلا اسمه وعي، بودكاست اسمه كنبه السبت، من الحاجات فعلا هنستفاد منها احسن من الاغاني الف مره. وبرده نفس الكلام برده واحنا راجعين من المواصلات اخر النهار هنبقى برده زهقانين فممكن نسمع فيها. نفس الكلام برده لو احنا عندنا محاضرات كتيره وفي فاصل مثلا ما بين محاضره والتانيه، فاحنا برده ممكن نسمع بيها اي حاجه. ولكن لو احنا في بداية الجامعة مثلا ولسه ما تعرفناش على اصحاب، فممكن نسيبنا من الايربودز خالص في الفترة اللي ما بين اللي هو البريك اللي ما بين المحاضرات، وممكن نتعرف على ناس ونتعرف على اصحاب ونكون صداقات في الجامعة. كمان من اكتر الحاجات اللي لازم تكون معانا ومهمة جدا جدا هو خاتم التسبيح، لان احنا بيكون عندنا حرفيا اوقات فراغ كبير جدا سواء في المواصلات واحنا رايحين او احنا راجعين، او ما بين السكاشن او ما بين المحاضرات. فمهم جدا ان احنا دايما يكون معانا خاتم تسبيح، نستغفر، نصلي على الرسول، يعني اي ذكر اي ذكر اكيد اكيد هناخد عليه حسنات. بعد كده مهم قوي ان احنا يكون معانا باور بانك والسلك بتاعنا. ليه بقى؟ عشان ما نضطرش مثلا ان احنا نروح نشحن الموبايل في مكان بعيد او يضيع او كل الكلام ده. فاحسن حاجه ان احنا يكون معانا باور بانك والسلك، خصوصا كمان لو انتوا بتقعدوا مثلا في الجامعه وقت كبير جدا، فطبيعي طبيعي الموبايل هيفصل منكم. فتجنبا للحاجات دي ان احنا نجيب باور بانك. السلك ده بقى ميزته ان هو فيه حاجه تحفه جدا، ان هو فيه 3 اماكن ممكن تشحني منها. يعني لو انت معاك ايفون هتعرف تشحن، لو انت معاك تايب سي هتعرف تشحن، لو انت معاك اندرويد هتعرف تشحن. فبجد بحس ان هو اختراع، مش لازم ليك انت بس، يعني انت ممكن تبقى شايل ايفون وصاحبك مثلا شايل اندرويد، فانت تقدر تشحن وصاحبك هيقدر يشحن وبس كده. وطبعا اهم 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 حاجه لازم تكون في شنطتنا هي شنطه الطوارئ، ولكن دي هخليها في الفيديو الجاي لوحدها. وبس كده، لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.